التمرين في البيت مش بيبني عضلات، دي جملة أكيد سمعتها أو حتى حسيت بيها من خلال تجربتك للتمرين في البيت. أنا بقالي 11 سنة بتمرن في البيت، وعلمت أشخاص كتير جدا إزاي هم كمان يتمرنوا في البيت ويواجهوا المشاكل المختلفة اللي بتقف قدامهم. وفي الفيديو ده هلخص لك أهم الأسباب اللي بتخليك ما تشوفش نتيجة من التمرين في البيت، وإزاي تحلها وتوصل للنتيجة اللي أنت عاوزها. ازيكم، انا عمر الجبلي، وخلونا نبدا الفيديو بان نصلح مفهوم غلط عند عدد مش قليل من الناس. ناس كتير بتكون فاكره ان التمرين في البيت ده اسلوب اي كلام، واسلوب بس تلجأ له لما ما يكونش عندك بديل تاني. في 2012 انا بدات التمرين في البيت، ودلوقتي وبعد 11 سنه لسه بتمرن بنفس الاسلوب. حتى لو مش بتمرن في البيت، نفس التمرينات بنفس الاسلوب بعملها في اي مكان. واخترت اسلوب التمرين ده لانه عجبني اكتر من اساليب تمرين تانية كتير، زي مثلا التمرين في الجيم. وتمرين البيت اللي بتكلم عنه هو الكاليستانكس او البادي ويت تريننج، باختصار هو التمرين باستخدام وزن جسمك بس. وهو نوع تمرين قوي جدا بيعلمك ازاي تستخدم وزن جسمك كمقاومه وتبني بيها عضلاتك. مش بس تبني عضلاتك، بيديك قوه كبيره جدا وبيعلمك تتحكم في جسمك في اوضاع مختلفه. ولانك بتتمرن بوزن جسمك فتقدر تتمرن في اي وقت وفي اي مكان. طيب حلو قوي، انا ليه بقى مش بشوف نتيجه لما بتمرن في البيت؟ خليني اقول لك 7 اسباب بيخلوك ما تشوفش نتيجه لما تتمرن في البيت. رقم 1، ما عندكش برنامج تمرين واضح. اوقات بلاقي ناس بتشتكي لي، حد بيقول لي ان هو بيتمرن في البيت لكن مش بيحس بتحسن، ولما بساله انت بتتمرن ازاي يقول لي كل يوم بلعب شويه ضغط على شويه بطن. وطبعا لو انت بتتمرن بالطريقه دي مش هتلاقي اي تحسن. في البدايه ممكن تتحسن شويه، لكن اول ما جسمك يتعود على الحمل والمجهود ده مش هيتحسن تاني، لانه ببساطه ما بقاش حمل كافي وجسمك تاقلم معاه. لازم يكون عندك برنامج تمرين بيحط حمل مناسب على عضلاتك. وبرنامج تمرين معناه ان عندك تمرينات معينه للعضلات المعينه، متقسمه على كل ايام الاسبوع، بتغطي كل عضلاتك، بتحط حمل مناسب على عضلاتك، ومع الوقت بتزود صعوبه التمرينات دي عشان تبقى مناسبه للمستوى الجديد اللي انت وصلت له، فبالتالي تفضل تتحسن باستمرار. ولو انت مش عارف تعمل برنامج تمرين لنفسك، مش عارف تحدد مستواك، مش عارف ايه التمرينات اللي تعملها في البيت، فعندي على القناه هتلاقي برامج كتير جدا بتساعدك ان انت تتمرن في البيت. من اهمهم برنامج فورمة البيت. ناس كتير جدا عملت ترانسفورميشنز على البرنامج ده، تقدر تشوفه، احط لك لينكه في الديسكربشن، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل برامج تانية كتير. رقم 2، عندك مشكله في اداء التمرينات. اي تغيير في وضع جسمك وانت بتتمرن بيغير توزيع الحمل على العضلات. فممكن تبقى عايز تمرن عضله معينه، لكن عشان عملت فورم غلط ده بيوزع الحمل على عضلات تانية، وفي النهايه انت بتفضل تمرنها فتره كبيره وتلاقي ان مفيش تحسن ومش بتشوف تطور رغم انك فاكر انك بتمرنها. وده ممكن يحصل بسبب انك مش شايف وضع جسمك عامل ازاي وفاكر انك بتتمرن صح، لكن في الحقيقه انت بتتمرن غلط. وعلى سبيل المثال تمرين التجديف، انا ممكن اعمل تمرين التجديف ويبقى قصدي بيه ان انا امرن البايسبس، وفي الحاله دي هرفع كوعي لفوق، لكن في نفس الوقت لو انا مش واخد بالي ومش اوير باللي بيحصل في جسمي ممكن اسحب كوعي لتحت. وتغيير بسيط زي ده خلى الحمل يتنقل من عضله البايسبس ويروح اغلبه في الظهر، وبسبب كده ممكن افضل اتمرن فتره كبيره جدا ومستني عضله البايسبس تكبر، لكن في النهايه مفيش نتيجه. فده ممكن يسبب لي احباط رغم ان الحل بسيط جدا، هرفع كوعي لفوق. فعشان تتغلب على مشكله زي دي دايما صور نفسك، بالذات في التمرينات اللي لسه اول مره تجربها، شوف الاداء بتاعك عامل ازاي. ممكن تلاقي بعض الغلطات تبتدي ان انت تصلحها، ومع الوقت لما تحس ان انت واثق من ادائك في التمرين ممكن تبطل تصوير. رقم 3، نقص ادوات التمرين. عشان تتمرن في البيت في بعض الادوات اللي ممكن تحتاجها، وده مش معناه انك محتاج تعمل جيم كامل في البيت وتدفع اللي وراك واللي قدامك، لكن برضو في بعض الادوات البسيطه جدا اللي مهمه جدا في نفس الوقت عشان تمرن عضلات مختلفه، زي المتوازي والعقله. العقله مثلا مهمه جدا عشان تبني عضلات الظهر وتديك شكل الفي تيبر اللي الناس كلها عاوزاه. انا عامل فيديو بيتكلم بشكل مفصل عن ايه الادوات اللي ممكن تحتاجها في التمرين في البيت والبدائل ليها، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. رقم 4، التمرين المتقطع. انك تقطع في تمرينك وتفوت ايام في النص ده بيأثر بشكل كبير جدا على النتيجه بتاعتك. مش مهم انت بتتمرن فين، لو في البيت او في اغلى جيم، لو تمرينك مش مستمر وبدون تقطيع مش هتشوف نتيجه. فلازم تشوف سبب التقطيع ده وتحله. سبب التقطيع ممكن يكون ان ما عندكش جدول تمرين واضح، ما عندكش برنامج تمرين، فانت مش عارف هتتمرن ايه النهارده، هتتمرن ايه بكره، الموضوع ماشي معاك بشكل عشوائي. في الحاله دي هتمشي على برنامج تمرين زي ما قلنا في الخطوه الاولى. وممكن يكون بسبب انك بتخلي تمرينك لاخر اليوم، فبيبقى جسمك مجهد وتعبان ومش قادر تركز، فمش هتقدر تتمرن، فهتكنسل التمرين وتريح على السرير شويه. وجايز تكون محتاج حد يشجعك. من وقت للتاني بنحتاج حد يشجعنا، حد يدينا زقه اضافيه عشان نقدر نكمل. ممكن تشارك صاحبك اللي حابب يتمرن هو كمان في البيت، تتكلموا مع بعض عن التمرينات، اتمرنتوا ايه النهارده، ناويين تعملوا ايه الفتره الجايه، حتى لو تتمرنوا في يوم من الايام مع بعض. ولو ما عندكش الصاحب ده في حياتك ممكن تتعرف على حد على السوشيال ميديا يكون عنده نفس الاهتمامات، بيحب ان هو يتمرن، وتشجعوا بعض.
4. رقم 5 اهمال التغذيه. التمرين مهم جدا عشان عضلاتك تكبر وتتطور، لكن لو جسمك مش بيتغذى كويس هيبني العضلات دي بايه؟ بالتمرين انت حفزت جسمك عشان يتبني. الخطوه اللي بعدها بقى انك تدي لجسمك العناصر اللي محتاجها عشان يبني عضلاتك. ولو انت مش بتاكل كويس فانت عامل بالظبط زي اللي جاب مهندس وعمال عشان يبنوا مبنى وكله جاهز، لكن ما جاب لهمش الطوب والاسمنت اللي هيبنوا بيه، فمش هيعرفوا يبنوا المبنى. لازم تهتم بالتغذيه عشان تشوف نتيجه لتمرينك. واهتمامك بالتغذيه مش معناه انك تعمل دايت وتمنع 3/4 الاكل اللي موجود في العالم، لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. انت محتاج بس اكلك يكون متوازن وفيه العناصر الغذائيه اللي محتاجها عشان يتبني. جسمك بيحتاج بروتين، كربوهيدرات، ودهون صحيه، وفيتامينات، ومعادن، وميه. وقريب جدا هعمل فيديو بيشرح لك ازاي تاكل من غير ما تعمل نظام غذائي عشان عضلاتك تتبني، ولما الفيديو ده يتعمل هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. رقم 6 البلاتو. البلاتو هو عباره عن انك تكون بتتمرن وبتعمل كل حاجه صح لكن مفيش تحسن، بل واحيانا بتلاقي ان مستواك بينزل ومش عارف ايه السبب. البلاتو بيكون ليه اسباب كتير، وعدم التقدم في المستوى ده ممكن يظهر في شكل ان ادائك مش بيتحسن، وممكن يظهر في ان شكل جسمك مش بيتحسن. وده سببه الرئيسي بيكون ان جسمك تأقلم مع الحمل اللي انت بتحطه عليه في التمرين وبقى بالنسبه له عادي، فما بقاش يشكل تحدي بالنسبه له، فما بقاش يتحسن. وهتكلم بالتفصيل عن البلاتو ده في فيديو لوحده لانه فيه كلام كتير، لكن مهم تعرف ان دي حاجه ممكن تحصل وممكن تأثر على التقدم بتاعك، وان انت تصلحها بيكون عن طريق انك تغير التمرينات، تبدلها بتمرينات مختلفه، انك تغير العدات، المجموعات، تغير شكل التمرين بشكل عام شويه، هتلاقي ان ادائك وجسمك بدأ يتحسن تاني. اعرف ان انت كنت في بلاتو. ومهم انك تكون عارف ان الكيرف مش دايما طالع لفوق، مش دايما هتتحسن، اوقات مستواك هينزل، اوقات مستواك هيطلع، وممكن حاجات دي تحصل بدون سبب. رقم 7 ما بتحطش توقعات حقيقيه. بتكون واخد قرار انك تتمرن ومتحمس قوي، ويا سلام لو في حد بتتابعه على السوشيال ميديا عاجبك شكل جسمه ونفسك تبقى زيه، بتقول اللي هو انا في 3 شهور ان شاء الله هبقى زي الشخص ده. لكن الحقيقه بقى ان انت بتتمرن بتلاقي التقدم ابطا بكتير من اللي تخيلته، وده عاده ممكن يسبب لك احباط، وممكن تحس ان انت مش هتوصل. لكن في الحقيقه انت لو بصيت للشخص اللي انت شايفه قدامك اللي نفسك تبقى زيه وسالته هل انت خدت 3 شهور عشان توصل للنتيجه دي، هتلاقيه بيقول لك ان هو ما خدش لا 3 شهور ولا حتى سنه، اللي هو وصله ده نتيجه تعب سنين. فانت ما تحطش لنفسك توقعات ان انت هتبقى زي شخص معين، لا، ركز بس ان انت تروح للخطوه اللي بعدها، ان انت تبقى احسن شويه صغيرين، وخليك صبور وفاهم كويس ان كل حاجه بتاخد وقت. كده نقدر نلخص كل اللي قلناه بان السبب اللي بيخليك ما تبنيش عضلات في البيت هو ان 1 ما عندكش برنامج تمرين واضح، اعمل لنفسك برنامج تمرين او امشي ورا برنامج تمرين من اللي على القناه عندي. 2 عندك مشكله في اداء التمرينات، صور نفسك، اتاكد اذا كنت بتعمل التمرين صح ولا غلط عشان تشوف نتيجه. رقم 3 نقص الادوات، اتاكد ان عندك ادوات زي العقله والمتوازي او حتى البدائل بتاعتهم. رقم 4 تمرينك متقطع، حدد وقت مناسب للتمرين في اليوم، وشارك تمرينك مع صديق ليك يشجعك، والتزم ببرنامج تمرين. 5 اهمال التغذيه. التغذيه مهمه جدا عشان تبني عضلاتك زيها زي التمرين، فتاكد انك تدخل لجسمك العناصر اللي هو محتاجها. 6 البلاتو، وده بيجي بسبب انك بتفضل لمده كبيره معود نفسك على نفس التمرينات. غير شويه في تمرينك والعدات والمجموعات هتلاقي نفسك بتتحسن تاني. رقم 7 ما بتحطش توقعات حقيقيه. ما تقارنش نفسك بحد، وخليك عارف ان كل حاجه بتاخد وقت، ولو عايز نتيجه كويسه قوي لازم تعرف انها هتاخد وقت طويل شويه، وكل ما هيبقى هدفك نتيجه اعلى كل ما ده هياخد وقت اطول، وان ده كله طبيعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر الاسباب اللي ما كانتش بتخليكم تشوفوا نتيجه من التمرين في البيت، وعرفوني تحبوا اتكلم عن ايه في المواضيع الجايه. اشوفكم على خير.